الاخر اختي رشا باغيين يرجعوا للانتخابات 25، باغيين يرجعوا بقوه في المجالس الانتخابيه على ظهر غزه والفلسطينيين، وهذه متاجره اخطر واكبر وقاحه وخسه ونذاله من باقي المتاجرات اللي كيديروها وحدين اخرين. تصف الاحرار وتصف في البام وتصف العداله والتنميه وتصف النهج الديمقراطي وتصف هذا عين الممارسه الحزبيه السي سعيد. انا غادي نجيكم من الاخر. الان الاجنده واضحه ديال الجماعات كانت ناعسه، فقدت مع هذه القضيه نتاع غزه، وانا كنسولها اين كنت نائمه حين كان سعد الدين العثماني يوقع العلاقات المغربيه الاسرائيليه؟ اين كنت نائمه وما بقاتش فيكم فلسطين ونسيتوا صبرا وشاتيله ونسيتوا كاع داك الشيء اللي وقع في التاريخ نتاع المغربيه في اسرائيل في الفلسطينيين، نسيتوها سبحان الله. علاش؟ حيت سعد الدين العثماني وقع وبن كيران سكتوا صفق. ودابا ملي لقيتوا بان العداله والتنميه غنجيها من الاخر، العداله والتنميه فقدت كل مصداقيتها كحزب سبق له ان ترأس الحكومه لمده 10 سنين وما استجبش للانتظارات والحاجيات نتاع المواطنين والشعب المغربي. دابا لقيتوها فرصه باش تصفيوا حساباتكم في الشارع بشكل مدفوع ومخطط له. وكنقسم لكم بالله وكنقولها بكل يقينيه، وانا الذي يعني اتريث كثيرا. سمعت الهجوم على ازولاي، الهجوم في الشوارع نتاع طنجه بمنطق داك الشعار اللي كانوا كيرفعوه شي وحدين، واحد الجماعه لحسن حظنا في هذا المغرب ان هاد الناس هادو اللي كثرت انهم تفرشوا ولاو جماعات معزوله. لا اله الا الله المطبع عدو الله. ايوا سير واخويا قولوا لسعد الدين العثماني انت عدو الله. يلا يلا فتحوا لايفات وقولوا سعد الدين العثماني هو اللي وقع الاتفاقيه، وقولوا بانه عدو الله. ما كتحشموش؟ باغيين تردوا عباد الله كاع كفاره كاع اعداء الله؟ وفي التالي ملي غيجي شي واحد كيتشرب داك الشيء، كيشوف التلفازات الجزيره القنوات تقول الاطفال تقتل والابرياء وكذا وكيسمع اسمح لي نقاطعك صافي نكمل، حيت قال لك علاش كتقاطعوا عبد الله وما قاطعتوش ابرنوس. هاني قاطعتك السي سعيد، كمل يلا. زوينه هذه عادل. واعر اخويا عادل واعر. مزيان بعدا اللي نقصتي شويه من الحده ديال سميتو. دونك اعود واقول الا كنا كنامنوا بشي نموذج ديال الحوار نطبقوها ابن عمي، ما نتغناوش به حين نكون ضحايا ونمارسوه حين نكون مستقوين. اللايفات تحلات على سعيد برنوس عند صحابك عبد الله القرش، وقيل ما لا يجب ان يقال ولم تتبنى موقفا، وانت تعرف ان سعيد برنوس هوجم من طرف هوكستان وهوجم من طرف الخونه البياع والشرايه نتاع سعيد بارسا واخرون، وهوجم في نفس الفتره من طرف صحابك. وما تقوليش ماشي صحابي لا تتنكر لهم، والا حيد عليا داك الشيء نتاع القروش، كل واحد يدير سميتو وبركه من الاختباء وراء الرموز كما كيدير سعيد برنوس. خرجوا لها نيشان، سميتك عبد الله سمي راسك عبد الله، اللي سميتو مصطفى يسمي راسو مصطفى، واللي سميتو عمر يسمي راسو عمر. واللي كيتحامى في جماعه ما يتشكاش من القضيه نتاع القاطع. اللي كيتحامى في جماعه اللي ما قادرش يعبر على راسو الا في اطار جماعه ما يتشكاش من شي حاجه سميتها القاطع. اذا نحاولوا نصحوا مزيان مسارنا ونحطوا موقعنا ونعرفوا شنو كنديروا، عاد نمشيو نهجموا على واحد اخر. وانا حين اتحدث هنا عن العداله والتنميه يكتب لي الاخ مصطفى وغنتفاعل معاه بكل احترام، ومصطفى انا عزيز عليا مهما اختلفت معكم، اقسم بالله اقولها بصدق، والله جامي في حياتي ناخذ منكم شي موقف سلبي رغم كل الانتقادات اللي كنوجهها لكم، ورغم كل ما تمارسونه في حقي من انتقادات او شي مرات حتى السب. معليش نو بروبليم، حنا خوت غادي نبقاو خوت. ولكن خاي مصطفى ملي كيجبد لي اخنوش يمشي ينبق، اخنوش يمشي ينبق، اخنوش الطريقه باش هضرت معاه والله مازال ما تزاد ولد المراه اللي غيدير فيديوهات كما دارهم سعيد برنوس على اخنوش ودرتها. وهذاك وهبي نتاع الاصاله والمعاصره شرشمتو. الثوابت اللي كندافع عليها انا الله الوطن الملك والسياسه نتاع البلاد بقياده صاحب الجلاله، هو اللي عارف واش واقع في هذا العالم، هما اللي عندهم معلومات على المصالح ديال هذه البلاد وكيفاش هذه البلاد تبقى موحده. هاد 40 مليون كيفاش يكونوا امه؟ الوحيدين اللي عندهم المعطيات والمعلومات هما اللي فوق هذوك الناس الفوق في المؤسسه الملكيه.
واللي كيوجههم صاحب الجلاله. انا مع هادو والاخرين نختلف معاهم، نشرشمهم، نطنز عليهم، نضحك عليهم، يضحكوا عليا، معليش. ولكن اعود واقول باش نكمل هذه المداخله ديالي، لا فرق بين من يخون ومن يصهين، بل بالعكس الذي يصهين خطاب التصهين اكثر بكثير من خطاب التخوين، لان التخوين غنمشي معك للمحكمه، ولكن التصهين يقدر يدي بيا الى وما بغيتش شي نهار تخرجوا كتبرروا على قدر الله، لان بزاف على التهجمات اللي وقعت على اشخاص وماشي اشخاص عاديه. هذا راه مستشار نتاع الملك يحظى بثقه الملك، يعني ضربوا في الملك بشكل مباشر. يخرجوا يقولوا اللهم هذا منكر. تعرفوا غتقولوا لجلاله الملك يقول لنا خصنا نكونوا مزيان مع الجزائر، ملي كتبغيو تهجموا علينا، لا جلاله الملك يقول خصكم تكونوا مزيان مع الجزائر. ايوا جلاله الملك اختار هذا المستشار وهو وطني ومغربي. ديروا ادانه لهذو اللي تهجموا على ازولاي. يلا كونوا شجعان. سي سعيد، ما شفناش هاد نفس التفاعل ونفس الحراره في الخطاب في الزلزال اللي كان على الحوز من هاد الجماعات والمجموعات، ولا مبادره سماره ولا في السماره مثلا، ولا تعزيه فقط، ولا حتى تعزيه فقط لهذاك الشخص اللي ولا اشاده بالجيش الملكي. من الاخر اختي رشا، باغيين يرجعوا للانتخابات 25، باغيين يرجعوا بقوه في المجالس الانتخابيه على ظهر غزه والفلسطينيين، وهذه متاجره اخطر واكبر وقاحه وخسه ونذاله من باقي المتاجرات اللي كيديروها وحدين اخرين. هذوك اللي كيرفعوا الرايه اسرائيل لا يختلفون مع شي واحد كيمشي لايران وكيلعب الاجنده نتاع بن كيران باش يرجع في الانتخابات، ولا كيدير راسو كيتضامن مع غزه وهو لا تهمه غزه ولا متحمل مسؤوليتي. والله ما همهم الفلسطينيين بالله، انا كنتوجع على فلسطين اكثر منهم، والله الا باغيين الانتخابات بالله. تحياتي سي رسالة ممكن. لا صافي، غير لان الاخوان باقي ما تكلموش، شوفي انت شكون ياخذ الكلمه. حنان. السلام عليكم. السلام عليكم اخت رشا. انا غير اخت رشا، غير بغيت نعتذر اخت العنقاء، راه ماشي المستهدف شخصها، كل احترام على راسي وعينيه. العنقاء اللايف ديالها راها موديراتور عندي، انا ضد السب ديال اي مغربي من طرف مغربي وما نكونش شاهد عليه، يوقع اللي بغى يوقع. كما غندافع على سعيد في غيابه ولا على عبد الله القرش، غادي ندافع على اي مغربي باش ما يتسب من طرف مغربي خوه. هذا هو المبدا، واعتذر مره اخرى الا تفهم تدخلي خاطئ. الا سمحت لي عادل رشا نقول جمله واحده ونخلي الاخت تتكلم. لا ولكن خلوا الناس اللي سميتو 4 سوايع جمله واحده، والله ما ندوز جمله واحده غير ثنائي. عافاكم. انا غير بغيت نقول لسعيد شكرا على السي سعيد على انه اثبت على انه في التيك توك من اجل خدمه اجنده حزبيه، وفي التحرك كان فتح لك المنصه ديالك وتكلم. هو كيقول لك سب وهبي شكون هو؟ ما يمكنش تكون. انا الاستقلاليه ما كنخلي في حزب الاستقلال غير اللي نسيت. ودا عبد الله يهديك الله يهديك. انا ندير المداخله ديالي وغادي نفصل في هذا. انا مع الملك والمؤسسه الملكيه، والله ينعل جد كما قال اسعد هذاك المره فاش عجبكم اسعد الشرعي قال طز في اردوغان، انا غادي نقولها طز في الاحرار وطز في البامو وطز في العداله والتنميه وطز في النجد الديمقراطي وطز هذا عين الممارسه الحزبيه السي سعيد. السي سعيد الله يهديك. سي عبد الله خلي اخت حنان تتكلم. تفضلي. لا حنان. السلام عليكم. تعقيب على الموضوع اللي كتناقشوا. بالنسبه لي انا كنظن بان اي واحد ولا في منصه تيك توك عنده واحد الاجندات كيخدمها، هي اجندات اخوانيه 100%. كل واحد قرا كتابات سيد قطب الذي لا يهمه لا القضيه الفلسطينيه، لأنه أصلا لا يؤمن بها ولا يؤمنون حتى بالوطن ولا الوطنية، لأن تلك الخطابات التي رفعت كتدل على أنهم إخوانيين من الدرجة الأولى،
واللي عمرهم ما غيديو من المغرب شي حاجه، انا هذه متاكده منها. ولكن ممكن يضروا الشباب اللي مازال ما واعيينش، اللي مازال ما قارينش عبر تمرير مثل تلك المغالطات والركوب على موجة فلسطين. هذا هو الممكن. الإخوان